السلام عليكم الاخوان الاخوات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير. كما كتشاهدوا في الفيديو جبتكم واحد البلاطو ديال المملحات اللي هو مشكل من واحد العجينه وحده، من عجينه وحده اللي صراحه هي عجينه غزاله وتشكلوا منها اشكال كثيره. ما عليكم انكم غير تشاهدوا الفيديو للاخر، وما تنسوش انكم تشجعونا بالاشتراكات باللايك بالبارطاج باش هكا يوصلكم كل مره الجديد، وشكرا للمتابعه. بسم الله وعلى بركة الله. كناخذ واحد القصريه كنحطوا فيها 600 غرام ديال الفرينه و100 غرام ديال الفينو، وكنضيفوا عليها واحد الملعقه كبيره ديال الخميره، خميره المعجون، و4 المعالق ديال يعني ديال زيت زيتون، او ممكن تستعملوا الزيت العاديه، طبعا معالق كبار. ومن بعد كنزيدوا واحد البيضه، ونزيدوا واحد الياغورت بدون سكر، وكذلك كنضيفوا واحد الملعقه صغيره ديال الخميره الحلوه او الكيماويه، وطبعا واحد القبصه ديال الملح والماء دافئ باش غادي نجمعوا الخليط ديالنا. طبعا غادي نستعملوا اليدين باش نجمعوا العجينه ديالنا، وبشويه بشويه حتى كنجمعوها مزيان بهذه الطريقه. صافي كنخليوها على جنب باش تخمر لينا. وهنا كما كتشوفوا هي العجينه خمرات، وكمرحله ثانيه غادي نبداو نشكلوا 5 تاع الكرات، باش كل كره غادي ناخذ منها او نخدموها على اشكال مختلفه، يعني كل كره غادي تعطينا شكل. طبعا غادي تساعدي راسك بالدقيق. وها هما ال5 الكرات ديالنا على جنب، وناخذ الكره الاولى غادي نقطعوها قطع صغيره، وغادي نشكلوا منها كريات صغار يقدروا يعني يكونوا بنفس الحجم، ونحطوهم في الصينيه ديال الفرن ديالنا باش يرتاحوا لنا شويه. هذا الشكل الاول اللي هو ميني همبرجر. كناخذوا الكره الثانيه كذلك كنقطعوها قطع صغيره متساويه. في الاول كنعطوهم شكل كروي، ومن بعد كنبداو ناخذ كل كره وكنبداو نعطيوها شكل ديال الباغيت، ميني باغيت. طبعا كنحطوها في صينيه الفران او الفرن، وكنخليهم يخمروا او يرتاحوا. الكره الثالثه كنبداو نسرحوها بالمدلاك كما كتشوفوا في الفيديو، ونبداو نشكلوا اقراص صغار. طبعا هادو غادي نستعملوهم للبيتزا او ميني بيتزا. ما تنسوش انكم تقبوهم بالشوكه باش هكا ما ينتفخوش ويشدوا الشكل ديالهم. طبعا الان الكره الرابعه حتى هي غادي نسرحوها بالمدلاك، وكنشكلوا اقراص. وهاد الاقراص كنطيهم على زوج، يعني كنعطيهم شكل هلالي. والكره الخامسه والاخيره حتى هي كنسرحوها بالمدلاك، ولكن هنا ما كنرقوهاش، السمك ديالها ما كيكونش رقيق، يعني شويه على ديال البيتزا. هادو غادي نشكلوا منهم الميني بطبوط او البطبوط، ومن بعد كنطيبوه فوق طاجين كما كتشوفوا، كنحمروهم في الجانبين. طبعا في هذا الوقت هذا كيكونوا الاشكال الاخرى كتكون خمرت لينا. قبل ما نحطهم في الفران كندهنوهم يعني بابيض البيض، وكنبداو نزينوهم بداكشي اللي عندك موجود. مثلا انا بالنسبه للميني همبرجر استعملت السمسم الابيض، بالنسبه للميني باغيت حطيت هذا زريت كتان او اي شكل من الحبوب اللي عندك. بالنسبه لهاد الهلال، هاد الاقراص الهلاليه حطيت لهم لوز مهرمش. هنا بالنسبه للزين كيبقى لك حريه الاختيار. صافي كنحطهم في الفران وكنخليهم يتحمروا. وها هما الاشكال ديالنا كاملين واجدين كما كتشوفوا. العجينه تبارك الله رطبه، يعني زوينه لذيذه. اذا المرحله الاولى ديال العجين انتهينا منها. دابا كنفوتوا المرحله الثانيه اللي هي ديال الحشوات.
كحشوه اولى غادي ناخذوا الدجاج كنكونوا قطعناه رقيق، كنضيفوا عليه ملعقه زيت الزيتون او 2 معالق ديال زيت زيتون او زيت نباتي حسب الموجود طبعا. كنحطوا البهارات، بالنسبه ليا هنا حطيت كركم، شويه ديال الزنجبيل، شويه ديال الفلفل الاسود والملح. طبعا كنملحوا على حساب الذوق، كل واحد يعني على حساب الذوق ديالو. وكنزيدوا ملعقه او ملعقتين ديال الليمون حامض، وكنحركوا. وما نساوش عفوا نزيدوا الاعشاب منسمه وملعقه او ملعقتين ديال الياغورت بدون سكر، وكنحركوا مزيان باش المكونات تنسجم مع بعضياتها صافي. وكنخليو على جنب باش تشرب لينا، يعني باش الدجاج يتشرب داك الخليط. هذه الحشوه الاولى. هنا يمكن نسيت باش نضيف الثوم وزدته حتى الاخير بودره. طبعا الا عندكم ثوم بصل بودره اي حاجه ممكن تضيفوها. هنا كما قلت لكم بالنسبه للتتبيله كديروها على حسب الذوق ديالكم. صافي هذه الحشوه الاولى وجدت. دابا كناخذوا الحشوه الثانيه، كناخذوا اللحم مفروم او الكفته. طبعا كنتبلوها حتى هي، كنزيدوا لها الملح، كنزيدوا شويه الفلفل الاسود، التحميره او البابريكا، كنزيدوا واحد بيضه او اصفر بيض كما بغيتي، يعني ممكن تستعملي البيضه كامله. وطبعا شويه زيت زيتون ملعقه او ملعقتين. بالنسبه للكميه ديال اللحم المفروم او الكفته، يعني هنايا كما كتشوفوا راه شي حاجه بسيطه ماشي كثيره. زيدوا مثلا كمون اللي بغيتو في البهارات صافي، وكنحركوا مزيان. ومن بعد كنشدوا داك الخليط وكنخليوه على جنب. هذه بالنسبه لنا الحشوه الثانيه. الحشوه الثالثه كناخذوا الفلفل اللي كنكونوا قطعناه صغير وشحرناه. انا هنا دائما كنستعمل زيت زيتون صافي. مهم كتشحروه شويه. بالنسبه للفلفل هنا تستعملوا الفلفل الاخضر الاحمر الاصفر اللي بغيتو حسب الموجود. صافي المهم كي كيتشحر لكم كتحطوه على جنب، كتقسموه على يعني كتقسموه على 2 اجزاء. كناخذوا النصف، يعني النصف ديال الفلفل اللي شحرناه كنزيدوا عليه واحد الطون. هنا تاخذوا الطون اللي يعجبكم، يعني النوع اللي عندكم او اللي في المتناول ديالكم. وكنزيدوا صلصه طماطم، بغيتو تزيدوا صلصه ديال يعني طماطم مصبره، انا كنستعمل غير ديال الدار. وكنزيدوا عاوتاني شويه الفرماج المحكوك موتزاريلا او اي نوع من الفرماج اللي موجود عندكم في البيت، وكنحركوه مزيان. هنا بالنسبه للملح يعني خصكم تاخذوا حذركم، لان كيكون طون مالح، الفرماج مالح، اذا ما تحطوش الملح. صافي الحشوه الثالثه هي وجدت لينا. كناخذوا داك الفلفل اللي كان باقي لنا داك النصف، كنزيدوا عليه عاوتاني شويه ديال صلصه الطماطم. انا هذه بالنسبه ليا صلصه الطماطم اللي حضرتها في البيت. بغيتو نتوما تزيدوا ديال كما قلت لكم ديال المصبره اللي كتباع في المحلات ممكن تستعملوها. كنحركوا مزيان، كنكونوا حاطين المقله على النار. وهي وجدت لينا. وكناخذوا البيض، هنا خدينا واحد 3 البيضات اللي مسلوقين، كنحكوهم مزيان وكنضيفوهم على داك الخليط. وكنزيدوا شويه ديال الذره الا عندكم مصبر، يعني شويه ماشي بزاف، يعني حسب الموجود. ونزيدوا واحد 2 معالق ديال هنا زيت ديال الجبن ديال الجبلي او 3 المعالق. وانتم تستعملوا اي نوع من الجبن اللي عندكم في البيت او اللي كتفضلوه. وكنبقاو نحركو مزيان بالملعقه. ها هو الخليط الرابع وجد لينا، حتى هو كنحطوه على جنب.
والحشوة الخامسة هنا بالنسبه لنا، هنا بالنسبه للحشوه ديال الاولى اللي كنا حضرناها ديال الدجاج صافي، يعني بعد ما تشربت هكاك على حساب نص ساعه او 20 دقيقه كنحطوها في مقلاة وكنبداو يعني كنحمروها نخليها طيب مزيان. ها نتوما الدجاج كما كتشوفوا حتى كيتحمر لينا مزيان صافي. كناخذوا الحشوه الثانيه اللي وجدناها بالكفته وكنبداو نسرحوها وكنشكلوا منها اقراص، بحيث اننا كناخذوا الحجم ديال القرص ديال اللحمه تكون قد الميني همبرجر اللي كنا حضرناه صافي. كنمشيو على هذه الطريقه، هذه طريقه سهله وبسيطه. صافي كناخذوا واحد المقلاة كنحطوا قليل من الزيت باش يتحمروا لينا. كما كتشوفوا في المقلاة يعني انا كنحط قليل من الزيت وغالبا كنستعمل زيت زيتون صافي. كنحمروهم مزيان، كنديروا لهم نار مهيله باش يطيبوا مزيان وحتى يتحمروا لينا مزيان صافي، وكنحطوهم على جنب. بالنسبه للبيتزات اللي كانوا طابوا لينا في الفران كنديروا لهم نص طياب. كناخذوا داك الحشوه ديال الفلفل اللي كنا وجدناها بالطون صافي، وكنبداو يعني كنحطوا ملعقه او كنحطوا قليل من الحشوه على كل على كل يعني داك العجين ديال البيتزا بهذا الشكل كما كتلاحظوا صافي. طبعا هاد المملحات كيبغيو شويه ديال الصبر شويه ديال الخاطر، خاصه ملي كنستعمل يعني ملي كنحطوا اشكال صغيره. ممكن اللي ما كيبغيش الاشكال صغيره ممكن يقتصر على بيتزا وحده ولا جوج بيتزات متوسطين الحجم، وكاين الناس اللي كيبغيو بيتزات صغار باش هكا كيشكلوا اشكال كثيره وكيحطوا زعما داكشي كيحطوه في البلاطو كيجي مزيان. طبعا بعد ما حطينا كاع الحشوه ديالنا كنزيدوا نحطوا الفرomاج، يعني كشكل البيتزا كتزيدوا الفرomاج. هنا العدد ديال الميني بيتزا راه عندي 15 ميني بيتزا. ومن بعد كنزيدوا ممكن تزيدوا الزيتون او اي شيء اللي عندكم في البيت متوفر في البيت. طبعا دائما كنزيدوا في التزيين ديال الاشكال صافي، وكنردوها الفران باش يعني تحمر لينا. بالنسبه للبطبوط كناخذوا البطبوط كنحلوه من الوسط طبعا. هنا بالنسبه للحشوه هي كذلك ممكن تستعملوا اي نوع من الحشوه اللي بغيتو. انا شنو استعملت قطع من الخس الاخضر، ومن بعد جبت الحشوه ديال اللي كنت حضرتها ديال البيض مع الجبن والذره صافي. كنبقى ناخذ كل بطبوطه كنعمرها بهذا الشكل كما كتلاحظوا. صافي وكنستمر على هذه الطريقه. طبعا الحشوه لازم تكون يعني داخل البطبوط، توصل داخل البطبوط صافي. حنا وجدنا الميني بطبوط بهذا الشكل. بالنسبه للشكل الرابع كناخذوا اللي هما الميني باغيت، كنحلوهم كذلك في النصف ديالهم بهذا الشكل هذا. وكتشوفوا كتلاحظوا العجينه الداخل كتكون خاويه مفرشه مزيان. هنا ممكن قبل ما تحطي الحشوه كتزيدي تدهنيه مثلا مايونيز موطارد اللي يعجبك. واستعملت كذلك الخس، كتعمروه بالخس.
وكناخذوا داك الدجاج اللي كنا حمرناه، ونبداو نحطوا كل وحده نحطوا قطع من الدجاج، يعني 2 قطع 3 لانهم كيكونوا مقطعين قطع صغيره. طبعا هاد المملحات كتحتاج نوع من الصبر والخاطر، راه قلتها في الاول وكنكررها مرارا وتكرارا. صافي هالشكل الرابع ديالنا وجد. دابا كنمشيو للميني همبرغر، كنحلوهم يعني كاملين، كنقطعوهم على 2 بهذا الشكل كما كتلاحظوا. كتاخذوا واحد السكين اللي كتكون حاده، صافي كتستمروا على هذه الطريقه. ومن بعد كنبداو نحطوه الصلصه ديالنا. بالنسبه للدهين هنا او الصلصه ممكن تستعملوا اي نوع من الدهان، سواء مايونيز مع كيتشوب، موطارد، او الا كان باقي لك من الحشوه اللي كنا حضرناها بالجبنه والبيض والطون، يعني هنا عندكم الاختيار. وكنبقاو نفرشوا كذلك قطع او اوراق من الخس بهذا الشكل هذا، يعني قطع على حسب الحجم ديال الميني همبرغر اللي عندنا او الخبيزات. وكنحطوا عليهم دوائر ديال الطماطم او المطيشه. طبعا كنحاولوا نحيدوا لها داك الزريعه اللي كيكون فيها، لانه باش ما تلقليناش الماء. وكنستمروا على هذا الشكل هذا. صافي هنا كنكونوا من قبل حمرنا الاقراص ديال الكفته ديالنا، وكنحطوهم بهذا الشكل هكا. صافي كنغطيوهم باش ما يعني نتوما عارفين انه ملي كنحطوا هاد الحشوه بهذا الشكل ممكن النصف الاعلى ديال القطعه ديالنا يعني تطيح. كنجيبوا هنا واحد الاعواد، وكان ممكن نزينو بزيتون او كورنيشون او فروماج حسب موجود عندكم. انا هنا اقتصرت غير على الزيتون. بالنسبه لاخر شكل اللي هما الاقراص، هادو كانوا حشوات يعني بسيطه. كنت حطيت هنا يعني خيار اللي قطعته نصف دائري حتى هو، وكل قطعه حطيت فيها قطعتين ديال الخيار بهذا الشكل اللي كتشوفوا. طبعا ممكن تدهنوها باي صلصه كما بغيتوا. وهنا كان عندي دجاج اللي كنت وجدته يعني كحشوه خامسه، اللي كنت حمرته. كنقطعوا قطع صافي وكنبقى نعمر، او داك الدجاج اللي كان بقى لكم من الحشوه الاولى. صافي كستمروا بهذه الطريقه. كما قلت لكم انا بالنسبه للحشوات لكم حريه الاختيار والتفنن، يعني كل وحده ممكن تستعمل اي نوع من الحشوات، سواء دجاج، سواء كفته، سواء يعني ممكن تعمريه بالبارد، ممكن بالسخون، باي صلصه اللي بغيتيها. وصافي هو الشكل النهائي ديالنا، او البلاطو النهائي ديالنا بالخمسه اشكال متنوعه، يعني بيتزا، همبرغر، ميني بطبوط، يعني كما شفتوا معايا في الفيديو. صراحه طلعت اشكال زوينه لذيذه عجبت العائله كاملين. نتمنى انكم تجربوها ان شاء الله وتعجبكم. وما عليكم الا ان تتابعوني في الفيديوهات اللي جايين ان شاء الله. وشكرا لكم.